اسطوره زملكاويه كابتن فاروق. ابو حميد، ازيك حبيبي؟ ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. ازيك انت؟ اخبارك ايه؟ كله تمام والحمد لله. هنشوفك ولا ايه؟ ده لازم بقى، البعد طال. قلت للكابتن حسن كل سنه وانت طيب امبارح. طبعا امال ايه؟ حسن اخويا وحبيبي. احتفلنا بينا امبارح على فكره. والله طبعا يستاهل كل حاجه طبعا. حسن شحاته طبعا ده خد بالك ده انت الزمن الحلو. والله طبعا امال ايه؟ فعالياتك بقى كنت انت لا بقول لك ما لحقتكوش. كنت انت والكابتن حسن والكابتن علي خليل والكابتن طه مصري وفي الاهلي الكابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده، نجوم كبار جدا، كابتن مختار طبعا، كابتن حسن وصفوت عبد الحليم طبعا، كابتن صفوت، نجوم كبار جدا. طبعا كان لعيبه وثابت الله يرحمه. الله يرحمه طبعا يعني جيل عظيم جدا. كابتن فاروق، الاول انا عايز اسالك عن سيف. يعني من اسبوع او من 5-6 ايام اتقال انه خلال ساعات موضوع الصيف هيخلص خلاص وتم الاتفاق عن كل شيء، لكن حتى الان ما شفناش يعني ما صدرش رسمي ان الاتفاق تم. هل الامور ماشيه في الاطار البقاء في الزمالك ولا لسه الموضوع مجمد ولا ايه؟ ما هو دايما في المفاوضات بتاعت التعاقد بيبقى في تراضي. يعني انا بتفق معاك بنبقى مثلا انت ليك وجهه توصلوا لنقطه تلاقي يعني طبعا لازم لغايه ما نوصل طبعا للمرحله ان احنا خلاص اتفقنا. بس التفاوض شغال اقصد؟ اكيد التفاوض شغال. ما دي كانت الحاجه اللي كان الفتره اللي فاتت مش موجوده، ان في تفاوض جدي، دلوقتي بقى في تفاوض جدي. في تفاوض. وبعدين يعني انا من المره اللي فاتت كنت بتكلم معاك يعني ان احنا يعني الولاد دي عشان تاخد منه منتج جيد يعني دايما ريحهم. يعني هو مثلا خلاص احنا متفقين ودول ولاد النادي، انت ما تقول له مثلا هتتفق معاه خلاص، هو مش الهدف الفلوس، هو الهدف ان هو يلعب، ان الهدف يبقى مستقر نفسيا ومعنويا، يبقى موجود في الملعب عشان تاخد منه منتج جيد ويحس انه واخد حقه برضه بما يتناسب بقيمته برضه. طبعا وده يرجع للنادي طبعا. ولاد النادي يختلف عن اللي جاي. يعني ولاد النادي دول طبعا هم ولاد النادي. يعني في الايام الاخيره عندك احساس ان الزمالك متمسك بسيف؟ يعني اكيد متمسك بسيف. يعني كل الولاد الصغيرين اللي طلعوا دول كان ليهم دور اساسي في ان الزمالك ياخد دوري سنتين او بطولتين ورا بعض وياخد كاس مصر. دي طبعا ده بالورقه والقلم انجاز في تاريخ نادي الزمالك. وكان الولاد الصغيرين كلهم ليهم ادوار، كل واحد كان بيأدي الدور بشكل جيد جدا وكان عامل فرق كبير جدا. ورغم ان في لعيبه سابت النادي ومشيت، لكن النادي ما اعتمد على اولاده. كان يعني كانوا سدادين كويس، خد دوري وكاس، يعني كانوا سدادين. ما انا بقول النادي ربح كويس يعني. طب يعني انت شايف الاقرب بقاء سيف ان شاء الله؟ ان شاء الله حاليا الاقرب كده. هل التفاوض دلوقتي كنت انت بتقول لي قبل كده اما التفاوض لازم يكون برضه من مسؤولين رسميين عشان يبقى التفاوض جدي ومنتج؟ هو ما انت لازم توصل لمرحله ان انت يبقى في حد للتعاقد، يعني حد مسؤول عن التعاقد في النادي. يعني انا لما يكون عندي لجنه كوره لازم يبقى على طول الوجهه الثانيه للجنه الكوره هو التعاقد، الاداره بالظبط. يعني في حد في التعاقد ولازم الكوره بتقرر انا عايز فلان. طبعا انا محتاج. يعني دلوقتي اللي بيتفاوض مع سيف الاداره المفروض طبعا الاداره، بس انت المفروض لازم يبقى في الفتره اللي جايه انت بتتكلم على ان طبعا امير في الفتره دي مش موجود. طبعا عبد الواحد موجود، وعبد الواحد من الشخصيات المحترمه اللي بعد كده هيبقى لها شأن كويس في الاداره، شخصيه كويسه فبيعرف يتكلم مع اللعيبه. وده طبعا في الفتره اللي جايه حتى لو عبد الواحد اتفق مع اللعيب، لكن انت بتنهي الموضوع كله عند الاداره. يعني في النهايه برضه كابتن عبد الواحد السيد هو بيتفق بياخد ضوء اخضر من الاداره، اكيد ليه سقف كذا هنتكلم في بس في التفاوض بقى هو واخد الضوء الاخضر كله ده تمام. لكن لو حصل خلافات في الناحيه الماديه هيرجع للاداره. هيرجع للاداره طبعا عشان ياخد القرار النهائي. لكن خلاص حضرتك بتقول الاقرب استمرار سيف جعفر خلاص. تمام. وموضوع بيراميدز اتقفل دلوقتي مؤقتا. والله انا مش عارف. يعني موضوع بيراميدز انا في الفتره دي انا مش شايف احنا يعني انا عايز يعني برضك النادي في النهايه يقفل يعني الباب ده ونخلص ويخلي ولاد النادي يقعدوا في النادي. ما هو انت برضك بالورقه انت ميال انه يكمل في الزمالك، عايز تقول طبعا ما يكمل فين؟ ده النادي بتاعنا. احنا سيبك من اي كلام اللي بيتقال او اي حاجه، برضك احنا في النهايه ولاد النادي. يعني احنا ولاد النادي، احنا مش هنقول احنا يعني هو في ناس بتزعل ما نقول احنا مش عارف ايه في النادي. لا احنا ولاد النادي. لا انتوا كمان اساطير كمان في النادي مش بس. في ناس ما بتقولش كده بقى خلاص، فاحنا برضك بنحترم وجهه نظرهم، لكن احنا موجودين في النادي واحنا
يعني نتمنى ان النادي السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. فاروق جعفر زملكاوي مع سبق الاصرار والترصد. فاروق جعفر بيقول انا زملكاوي حتى النخاع. وسيف فاروق جعفر بيقول انا زملكاوي ابن زملكاوي. تحس ان اداره نادي الزمالك هي بتعمل موضوع من غير موضوع. اداره نادي الزمالك ما بتتعاملش مع الموضوع بحكمه. اداره نادي الزمالك كان المفروض ان هي تخلص الموضوع بدون اي موضوع خلصان. ده الراجل ده ناشئ عندك، الراجل ده اثبت نجوميته، الراجل ده انت شايف ان هو يستحق ان هو يكمل مع نادي الزمالك. الناس لما جات لها فرصه، كل ناشئين نادي الزمالك لما جات لها فرصه ان هي تثبت وجودها، كان اختبار صعب جدا. اختبار في عز الناس اللي مشيت، اللعيبه الكبار اللي مشيت وسابت النادي، كان مصطفى محمد وكان طارق حامد وكان فرجان الساسي. اثبتت اللعيبه ان هي معدنها معدن فريق بطل، وطالعين من ناشئين نادي الزمالك، واولهم كان سيف فاروق جعفر. و تفاوضوا مفاوضاته مع نادي الزمالك. ليه نادي الزمالك بيكتر فيه؟ هو اللي بيعمل المواضيع لنفسه. موضوع زي كده يخلص. انت عايز سيف، بتجيب اللاعب وبتريحه، انت ابن نادي انت، وتجيب فاروق جعفر وتدلع على اللاعب وتدلع على النادي وتراضي الامور في سريه تامه، وموضوع ملوش علاقه ان هو يظهر للضوء او انت تعمل موضوع من غير موضوع. ده بصفقه خلصانه، سواء اذا كان الناشئين اللي شاركوا فيه او ما نقدرش احنا دلوقتي نقول عليهم ناشئين، اللعيبه اللي شاركت في فوز نادي الزمالك بالدوري، سواء اذا كان سيف فاروق جعفر او يوسف اسامه نبيه او سيد نيمار او محمد طارق. لعيبه المفروض ان هي دي تتجدد من ساعه ما خدت الدوري يا كابتن. من ساعه ما خدت الدوري انت جدد وخلي اللعيبه دي تحت قيادتك، وطور فيهم وبيع اللي انت عايز تبيعه وتستثمره، بس كله من خلالك انت في سريه تامه. انت عايز ايه غير اللاعب وابوه عشاق لنادي الزمالك؟ ما فيش موضوع. انت بتتكلم مع ناس كسبت من ورا نادي الزمالك، بتتكلم على ناس عملت تاريخ من ورا نادي الزمالك، فالمفاوضات معاهم هتبقى سهله جدا، ولازم المفاوضات تبقى جديه وموضوع خلصان. يعني ليه؟ عشان انت تركز فيه. اذا كنت انت عايز تطور في صفقه ثانيه، او اذا كنت انت عايز بالبلدي كده تشوف حالك، يبقى موضوع النشيد موضوع خلصان. ما ينفعش اللاعب ده مش هيشوف النور غير من خلال نادي الزمالك. وفاروق جعفر قال لك انا زملكاوي غصب عن اي حد. انا حتى مهما كان اختلفوا او اتفقوا على نجوميتي او دوري في نادي الزمالك عبر تاريخي، فانا راجل انتمي الى نادي الزمالك قلبا وقالبا. فلازم نادي الزمالك يقرب المسافات ويسهل الامور، سواء اذا كانت من جانب الاداره او من جانب سيف فاروق جعفر. بس كابتن فاروق جعفر بيقول لك سيف فاروق جعفر هيمضي في نادي الزمالك بصرف النظر عن التفاصيل. الامور تستقر وهنشوف الجديد مع بعضينا. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. محمد شبانه يستضيف النجم فاروق جعفر.